السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير ان شاء الله. النهاردة هوريك ازاي تزيني قلة لشهر رمضان. جبت القلة الصغيرة دي وجبت شوية لاكيه ابيض، ممكن تستخدمي بدل اللاكيه بلاستيك، والوان لتلوين اللاكيه. انا اخترت اللون الازرق، وفرشة. لما باجي ادهن القلة بقلبها كده وبدهنها، هركنها على جنب. هحط لون ازرق على اللاكيه، انت تحكمي في اللون زي ما انت عايزة. انا ضفت كتير لان عايزاه يبقى لون غامق شوية. هقلبه الوقت كويس، ودي درجة اللون بالظبط اللي انا عايزاها. دلوقتي هدهن القلة. قبل ما ادهنها هدهن بس الجزء اللي جوه ده الاول. امسكها كده وادهن اللي جوه ده، وبعد كده ادهنها من بره. انا كده هعملها كلها واخلصها واسيبها تنشف، وبعد ما تنشف هبقى اوريها لكم. ودي كده شكلها بعد ما نشفت. هحطها كده على جنب. وبعد كده انا بجيب الشريط ده، انا بجيبه من محل الخردوات. هلزقه كده في النص على القلة. هجيب بس المسدس بتاع الشمع واحط نقطة صغيرة على القلة من بره، والزق الشريط واثبته كده فيها. واخر حته في الشريط كده بتنيها بصباعي لجوه، واحط شويه شمع صغيرين والزقها عشان اخر الشريط ما يبانش بعد ما اخلصها. بس كده. وبعد كده انا كملتها، حطيت شريطين تانيين، واحد من تحت كده وواحد من فوق. شكلها حلو قوي. ممكن تخليها كده عادي، بس انا هكملها. جبت القلم ده من المكتبه عشان اعمل عليها مثلثات. القلم ده اسمه قلم دوكو، بيتباع في اي مكتبه. هعمل عليها مثلثات كده من الحته هنا. هرسم مثلث. برسم عليها مثلثات، ولازم المثلثات كلها تبقى قد بعضها. بعد كده هكملها وهوريكم شكلها. ده كده بعد ما خلصتها عملت مثلثات فوق وعملت مثلثات كده من تحت. وبعد كده جبت الخرز ده، او ممكن تجيبي لولي. بحط على كل واحدة شوية شمع صغيرين وهلزقها في قلب المثلث كده من جوه. وهكمل بقية الخرز كله وهوريكم شكلها. كده بعد ما عملتها كلها بقت بالشكل ده. وبعد كده هحط بالقلم ده نقطة على كل مثلث كده من فوق، اهو كده. ده كده شكلها بعد ما خلصت. يا رب تعجبكم.
وده كده شكلها النهائي، وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.